السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظل الظروف اللي احنا عايشين فيها وارتفاع الأسعار بالشكل الجنوني ده، عايز أقول حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ألا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالظروف اللي احنا عايشينها دي لا بتاعت منظرة ولا بتاعت إننا نفضل نعلي على بعض. ولما يجي الشاب يتقدم مش لازم يكون جاهز من كل حاجة، في أولويات نتكلم فيها. يعني على سبيل المثال، مثلا شوف جرام الذهب وصل لكام دلوقتي. فانا ما ينفعش انا كأب عروسة اقيم العريس اللي جاي يتقدم لبنتي على حالته المادية. سهلوا الموضوع شوية يا جماعة، بلاش الطلبات الاوفر اللي ملهاش اي لازمة والله، غير انها بتوقف المراكب السايرة. وانت يا بنت الناس خليكي واعية، وكفاية افكاركم اللي ظهرت عليكم من كتر اكل النوتيلا والاندومي دي. اتجوزي اللي يحميكي ويبقى سند ليكي، مش اللي يجيبلك شبكة ب50,000 ولا ب100,000، زي كده ما بنت عمك ولا بنت خالك جالها شبكة بالمبلغ ده. انتوا مش داخلين حرب ولا سباق، انت داخلة على خطوبة وجواز واستقرار وبناء أسرة. فأتمنى إن يكون في شوية عقل، لأن بجد الشباب معظمه عزف عن فكرة الجواز دي بسبب بقى التكاليف المرهقة والأمور الغالية. ساعدوا الشباب للجواز والعفة، البيوت اتملت بالبنات والعنوسة انتشرت، فبرجاء يسروا الأمور قبل أن تزبل الزهور وينتشر الفجور. فالذي يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال. فياريت الناس تفهم شوية وتسهل الأمور، عشان بجد الشباب تعبت. دمتم في رعاية الله وأمنه. سلام.